محمد، طب انت شايف ليه الرجاله ممكن تخون؟ بتكون بتحب فعلا زي ما هما بيقولوا، ولا هما بيخونوا عشان عايزين يخونوا؟ السؤال ده عميق قوي. بص، الملل. الراجل فعلا بطبعه ملول جدا، ان الراجل بيكون شايف الست بصوره مبالغ فيها. يعني أنا كنت بتكلم معاكي قبل الحلقه بقول لك ان الراجل دايما بيشوف الست بصوره كبيره جدا. لما ينزل على ارض الواقع ويبتدي يقرب منها شويه، ديفوهات بتاعتها بتبان، سواء ديفوهات شخصيه او ديفوهات في الشكل. يعني احنا مثلا موجودين في محاضره، موجودين في كورس، موجودين في حاجه، فانا شايف علا من بعيد، انا وهي عاملين نبص لبعض نظرات مش عارف ايه. علا بالنسبه لي شخص مثالي، شكلها تمام. حلو جدا، تصرفاتها كويسه جدا. وانس ان انا اقرب ارتبط بيها، بيبتدي كل ما نقرب من الشخص كل ما عيوبه تظهر لنا اكتر، سواء عيوب في الشكل او سواء عيوب في ايه، في الشخصيه. فلما اجي اقرب منك واشوف عيوبك، انا ممكن ما اتقبلهاش، انا ممكن احس ان ده ما يتقبلش. فبيحصل دلوقتي ايه بقى؟ جواز الصالونات والحاجات اللي بتحصل دي، فالجواز بيتكروت بسرعه دي جدا. حقيقه فعلا. فمع العشرة والحياة اللي هي بتحصل قريبة، خلاص بيحصل مرحلة ملل. والعلم أثبت إن فعلا بعد شهرين من الجواز، يعني 60 يوم كفال قوي إن هم يخلوا أي حد يمل من حد. حتى لو اتنين صحاب قاعدين في وش بعض 60 يوم، هم هيملوا من بعض خلاص، وهتبتدي تحصل بينهم خناقات. اللي مش بيعرف يسيطر على الخناقات دي وبيعرف يسيطر على المشاكل دي، الموضوع بيفلت منه، بيبقى خلاص قفل الباب ده من ناحية الشخص. يعني بيبقى قلبه ومشاعره اتقفلوا من ناحية الشخص ده، فبيبتدي بمعنى أصح إن هو يدور على حد تاني. في حاجة من الاتنين بقى: ياخد قرار إن هو يقفل العلاقة الأولى، يا إما يكون ما عندهوش ضمير ويبتدي إن هو إيه، يدخل في علاقه. يخش على حتة تانية. بس انتوا تقدروا تجمعوا بين اتنين. بين 10 دي نقدر نجمع حقيقه. بين 20 ايوه، القلب و30، كبير قوي بيشيل بصراحه. وبنحبهم بجد، مش ايوه، دي هكدب عليكي. حقيقه. بس انتوا مش ملايكة، هو احنا بنخونكم مع مين؟ ما هو خلينا نتفق. الصراحه المفرطه احنا دي. بنخونكم مع، ايوه، هو ايه اللي يخليني انا اروح اخوني غير لما واحده تلف عليا وتقعد تقول لي معلش؟ اللي بيحصل برضو مش شويه البنات دلوقتي بيتعاملوا عادي؟ لا. لا بالعكس، احنا بنشوف من بنات اكتر ما بنشوف من رجاله حاليا. انا معاك. انا معاك، بس بس هي دي النقطه ازاي اللي أنا بتقدروا بتكلم. تعملوا كده؟ الموضوع صعب جدا. لا بصي، هقول لك على حاجه. ممكن انا ما ادكش الموضوع بشكل مباشر، يعني برضو خليني اوضح لك حاجه. النقطه دي انا بتكلم فيها باستمرار. الشيطان عمره ما هيجي يقول لك ما تصليش، بس هيجي يقول لك النهارده فوتي فرض. طب كسلي النهارده، طب مش عارف ايه، بكره، طب انت ما توضتش، انزل الشغل على طول وابقى صلي هناك. هتروح الشغل، خلاص بقى النهارده ما صليتش، صلي مش عارف ايه. فهيبتدي يكسلك واحده واحده لحد ما يوصلك للنتيجه هتلاقي نفسك النهائيه اليوم ان انت ما ما تصليش. صليتش. كذلك موضوع خيانه، بالظبط موضوع خيانه. بيحصل كلمه في نظره في ابتسامه في مسكه ايد في مش عارف ايه، هوب الموضوع بيخش في حته تانيه. فالموضوع بيكون من الطرفين عشان نكون صراحه. وزي ما في راجل بيخون، في ست بتخون. طبعا. طب الراجل بيخون بيكون عنده، مش هقول لك عنده مبرر، مفيش حد عنده مبرر للخيانه، ولكن الست بتخون بلا مبرر. يعني الست لما بتيجي تخون الراجل، الست بتحب حد واحد بس، مش زي الراجل.